أسماء الناس اللي هتدخل الجنة وأسماء الناس اللي هتدخل النار. ركز في الأسماء كويس عشان تعرف أنت هتدخل الجنة ولا هتدخل النار. صلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. شوف واسمع كويس عشان تعرف أنت موجود ولا لأ. أحمد محمد، خالد سيد، محمد أحمد، رمضان محمد، محمود أحمد، سيد رمضان، فتحي محمد، تامر محمود، جمعة محمد، رمضان محمود، وفي أسماء تاني كتير يعني. ودي قائمة بأسماء الناس اللي هتدخل النار. طبعا مش هقولها عشان ما نحرجش الناس معانا يعني. طبعا انت هتقول هو الراجل ده اتجنن ولا ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لا انا ما اتجننتش ولا حاجه. ايوه، ما هو ده اللي واقع في مجتمعنا، هو ده اللي حاصل في مجتمعنا. خلاص بقينا كلنا حكم على الناس، وكاننا كلنا احنا اللي هننصب الميزان يوم القيامه، وكاننا كلنا احنا اللي هنوقف الناس يوم القيامه ونقول لهم انت تدخل الجنه وانت تدخل النار، وكاننا احنا اللي هنمشي الدنيا بمزاجنا، وكاننا بنعلم الغيب، وكأن مفيش اله، وكأن مفيش رب، وكأن مفيش حكم عدل. هي دي حياتنا يا جماعه. بقينا لما بنشوف اي واحد على معصيه ده هيدخل النار. يا جماعه الموضوع ما بيتحسبش كده. الغامديه، طبعا الغامديه دي كانت امراه زنت فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الغامديه لما ذهبت للنبي كانت حامل، فقالت يا رسول الله لقد زنيت، انا زنيت يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف انها حامل قال لها ارجعي حتى تضعي حملك. مش هينفع نقيم الحد عليكي والحمل موجود فيه، ما ينفعش. الإسلام ما أمرناش بكده، ده رحمة. فلما رجعت هذه المرأة ووضعت حملها جت للنبي عليه الصلاة والسلام ومعاها طفلها شايلاه على ايديه. يا رسول الله لقد زنيت أقم علي الحد. النبي عليه الصلاة والسلام ما رضيش يقيم عليها الحد، قال لها ارجعي حتى ترضعي طفلك الأول لحد ما ياكل وبعدين تجي لنا. بالفعل رجعت هذه المرأة وأرضعت ابنها وجت للنبي عليه الصلاة والسلام ثالث مرة وفي يده كسرة خبز، يعني بياكل خلاص بقى الموضوع كده منتهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد عليها. الصحابة وهم بيرجموها وقع الدم على أحد الصحابة فسبها أو لعنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كده وقالوا لا تلعنها، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر الله له. في رواية لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لغفر الله لهم. الشاهد إيه أو القصة دي بتقول لنا إيه؟ بتقول لنا اوعى نحكم على أي حد أبدا. يعني شوفوا يا جماعة، أنتوا متخيلين إن دي امرأة زانية زنت، واعتقد انه مفيش اعظم من الزنا، مفيش اخطر من الزنا والعياذ بالله، ربنا يعافينا يعني. مفيش اخطر من كده، ولكن على الرغم من كده النبي عليه الصلاه والسلام نهاه وقال له لا ما تعملش كده، لا تسبها ولا تلعنها. ايه اللي خلانا نتكلم عن كده وايه اللي خلانا نتكلم عن الموضوع ده؟ في فنان او مطرب شعبي اكيد حضرتك تعرفه اسمه عصام صاصا. طبعا احنا ملناش دعوه بالمطرب ولا الفنان، احنا مش جايين نتكلم عنه، احنا جايين نقدم رساله، ولازم تسمع الفيديو للنهايه عشان تعرف ايه الحكايه. عصام صاصا طبعا كان داس حد او ضرب حد، يعني في حادثه ضرب حد بالعربيه بتاعته، وطبعا زيه زي اي حد بيتحاكم. وكان عنده جلسه قريب من يومين ثلاثه تقريبا، كان عنده جلسه وهيقف قدام القاضي. فطبيعي يعني كواحد بيتحاكم وخايف على حياته وخايف على مستقبله وماسك مصحف في ايديه، فنزلت السوشيال ميديا هجوم لاذع جدا على عصام صاصا، وكأن الناس هي الحكم، وكأن الناس هي اللي هتدخل الناس الجنه بمزاجها وهتدخل الناس النار بمزاجها. طبعا انا مش جاي ادافع عنه لانه هو مخطئ وانسان يعني عاصي لله عز وجل، مهرجانات وفسق وفجور وكل ده احنا عارفينه طبعا والظاهر ده. طبعا عايز اقول لكم انه مفيش مؤمن ما يدخلش الجنه، مفيش مؤمن مش هيدخل الجنه، كلنا هندخل الجنه، ولكن كل واحد هيتحاسب على قدر الذنوب والمعاصي بتاعته. تمام كده؟ فانت اوعى تسخر من حد او تستهزأ بحد، اوعى يصيبك العجب، اوعى تكون متكبر. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. أنت الظاهر بتاعك شايفه إنه مش كويس، ولكن يكاد إنه عمل حاجة ربنا سبحانه وتعالى يتقبلها منه ويكون أحسن منك وفي ميزان حسناته يوم القيامة. فأنت ما تتكلمش عن حد ولا تسخر من حد ولا تستهزئ من حد. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. اوعى تستهزئ أو تحتقر أي إنسان مهما كان، وده نوع من أنواع الكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال أحد الرجال يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس يعني إيه؟ يعني الاستهزاء بالناس واحتقار الناس. فإياكم واحتقار الناس، فلعل المذنب أفضل منك عند الله بكثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.